وبسبب الاستيطان والاحلال الديموغرافي اللي بقاله سنين السنين اللي كان داير في مصر، تم احتلال الهكسوس لمصر السفلى من غير ما يترفع سلاح واحد. والمملكه المصريه والجيش المصري اتفاجئوا من القوه العسكريه الضخمه بتاعه الهكسوس اللي كانت بتكبر سنه ورا سنه سنه ورا سنه ببطء شديد جدا من غير ما المصريين كانوا يحسوا. ومن بعدها الجيش المصري انسحب للصعيد، وبقت المملكه المصريه ناقصه حته، ناقصه الدلتا. ويرجع الجيش المصري بقياده الصعايده ويطرد الهكسوس بقياده الملك احمس وعيلته. بس الملك احمس ما اكتفاش بطردهم بس، الملك احمس عمل حاجه كده اشبه بالتطهير العرقي. الملك احمس قضى على نسل الهكسوس ووجودهم على الارض بالشكل النهائي. اخر وجود اتذكر للهكسوس في العالم كان هي حرب التحرير بتاعه المصريين، وده كان اشد الانتقام من الملك احمس ورد اعتبار للشعب المصري، وحاجه كده زي ما نقول كان بينظف المملكه المصريه علشان يرجع امجادها زي ما كانت في الاول. وبعد الالم السخن اللي خده الجيش والشعب المصري من الهكسوس، اتعلموا ان مش بس كفايه ان انت تحمي حدودك، ده لمجرد ان انت تعرف ان في اي مؤامره او اي خطر ايا كان هو مين اللي بيعمل الخطر ده، انت لازم تطلع بره حدودك وتواجه الخطر ده وتقضي عليه كمان.